السلام عليكم حبايب قلبي، يا رب تكونوا بخير. رجعنا لكم النهارده بتحلية سهلة بسيطة في متناول الجميع. حاجة كده ان شاء الله تعجبكم وتعجبكم انكم لو عندكم حفلة، عندكم عيد ميلاد هتعمليها لأولادك، عندك ضيوف هتقدميها. طريقة سهلة بسيطة في متناول الجميع ومكوناتها في كل بيت. حتى لو مش موجودة هتقدري تحصلي عليها بإمكانيات بسيطة، تديكي نتيجة هايلة وبتديكي كمية حلوة. كل الأطفال ما اختلفتش عليها، هما كل الأطفال بتحب الشوكولاتة، فإن شاء الله تعجبكم. هي حاجة كده طرية من جوه، وتقدري في نفس الوقت تمسكيها. دي حاجة اسمها كرات الكاستيلا، دي بتتباع في المحلات غالية جدا بأرقام مهولة. دي برضو ممكن تقدمها بالطريقة ديت، وممكن تجيبي الورق اللي هو من عند الحلواني ده وتحطيها فيها، بتبقى طريقة شكلها شيك جدا وهتعجبك وتعجب ضيوفك ان شاء الله. وممكن تعمليها في دقايق، لو حتى معاكي اطفالك ولا حاجة ممكن يعملوها معاكي وتقول لهم على المقادير يعملوها ويشتركوا معاكي، وتبقى حاجة حلوة او لذيذة. ان شاء الله تعجبكم، طعمها حلو أوي وتحفة. ان عملتوها وجربتوها مش هتبطلوا تعملها تاني. دي زي ما احنا اتفقنا اسمها كرات الكاستيلا. عايزة تزوقها بالشوكولاتة كده من بره عادي، عايزة عندك اللي بيحب النوتيلا، اللي بيحب اي طعم من بره كده. الشوكولاتة البيضة ممكن برضو، اللي بيحب الشوكولاتة السودا يحط شوكولاتة بيضة، يحط الشوكولاتة اللي بالحليب. الذوق اللي من بره، الشوكولاتة الخارجية دي ترجع ليكي ولراحتك. اللي ما بيحبش الشوكولاتة الغامقة اللي هي شوكولاتة المطبخ دي، ممكن يعملها شوكولاتة حليب، نوتيلا. اللوتس بتبقى حلوة أوي برضو باللوتس. هتجربوها بكل الأطعم، يعني هنسهل لكم الدنيا إن شاء الله. شكلها حلو وشيك وطعمها أحلى وأحلى. هنشوف بقى مكوناتنا مع بعض إن شاء الله، تكون بسيطة وفي متناول الجميع وتعجبكم أوي. ندخل بقى على مقاديرنا ونشوف عملناها ازاي. في طريقة التحضير سهلة وبسيطة. هتبقى معانا أي نوع بسكويت سادة، يعني النوع اللي يناسبك. حتى لو عندك بسكويت سادة من بتاع المدرسة يمشي، أي بسكويت المهم ان هو يكون سادة. ممكن كمان ينفع لو انت في خطوات كده، يعني مثلا انا عندي البسكويت السادة اللي هو الأبيض دوت. لو عندك بسكويت بالشوكولاتة هيوفر لنا ان احنا ما نحطش عليه كاكاو. ما عندكيش اللي هو بالشوكولاتة، البسكويت اللي مش بالشوكولاتة اللي زي اللي معايا دوت، هنحط له كاكاو، مفيش مشكلة. انا دلوقتي معايا 250 جرام من البسكوت، يعني انا حطيت 3 بوكي كده على حسب الجرامات. هنحط 250 جرام من البسكوت زي ما اتفقنا، اي نوع بسكويت مش هيفرق معانا، المهم ان هو يكون بسكويت سادة. تمام كده. تاني بقى مكون معانا، هنجيب كوباية فول سوداني. ممكن انت لو مش عندك فول سوداني تحطي اي مكسرات، يعني المكسرات اللي بتحبها. عايزه تحطي بندق حطي، عايزه فستق، اي انواع مكسرات حطيها. لكن انا دلوقتي حطيت معايا الفول السوداني ده. اهم حاجه يكون طعمه كويس وما يكونش مزرنخ وقديم، عشان ده هيفرق معانا في الطعم. هنزود له كوبايه الفول السوداني على البسكويت وهنطحنه. هتجيبي بقى الكبة، هتجيبي الخلاط، اي حاجة تفرمي فيها، بس انا الخلاط بتاعي عنده فيه مشكلة. هنفرمه في الكبة بأي طريقة تريحك، المهم يبقى معانا البسكويت والمكسرات ناعمة جدا. هنديها طحنتين 3 كده في الكبة لحد ما نتأكد ان هي نعمت معايا تماما. وهنرجع بقى نفضيها من الكبة بتاعتنا بالشكل ده. هي بقى البسكوت بقى فيه شوية زيوت مع الفول السوداني، نزل الزيوت بتاعته بتبقى عاملة، لو مسكتيه كده يبقى عامل معانا زي الرملة. وهنحط معلقتين كاكاو خام، معلقتين كبار كده، علشان يدونا طعم الكاكاو فيه حلو، يبقى بالشوكولاتة ده. قلنا الخطوة ديت هتبقى لو انت عندك البسكويت بالشوكولاتة هيوفر عنا ان احنا ما نحطش الكاكاو. مفيش بسكويت بالشوكولاتة زي اللي عندي كده، هنحط معلقتين كاكاو خام كبار. الكاكاو دوت ما بيبقاش محلى، فهنقلبهم كويس قوي مع البسكويت. وبعد كده هنجيب معلقتين سكر مطحونين، اللي هو السكر البودر، علشان طبعا البسكويت السادة معانا ما بقاش مسكر. فهنحط معانا كوباية معلقتين كبار مليانين سكر بودر، ونقلب كل المكونات بتاعتنا في قلب بعضيها بالشكل اللي احنا شايفينه ده. يبدأ بقى المكون معانا الرابع. هنجيب كوباية لبن حليب، وهنبدأ نعجن بقى الخليط بتاعنا دوت. بعد ما قلبته كويس واتأكدت ان هو اتقلب كويس قوي، هبدأ بقى اعجنه. هنجيب كوباية لبن حليب ساقع عادي من التلاجة، مفيش فيها اي مشكلة.
ونبدأ بقى ننزل واحدة واحدة كده، علشان ممكن من نوع لنوع بقى يفرق معانا شوية في العجن. ممكن نحتاج الكوباية، نحتاج كوباية وشوية، مش على حسب بقى ايه الكمية اللي انت عملتيها، لحد ما يتعجن معانا كده واحدة واحدة. كده انا محتاجة تاني انزل ببقية الكوباية، نزلت بيها وابدأ اقلبه كويس اوي لحد ما اشربه اللبن بتاعي. طبعا مكوناته حلوة، بسكويت مع الفول السوداني مع الكاكاو مع اللبن. طبعا لحد دلوقتي فوائد حلوة جدا، وفي حاجات كويسة كل الأطفال بتحبها. خلاص بعد ما لفيت اللبن معايا، هبدأ بقى أنزل بقى بإيدي، وأبدأ إيه أدخل كل المكونات كويس قوي، بعجنها. ناخد في بعضها في قلب بعضها كده، ونبدأ نعجنها. العجينة سهلة معايا وبسيطة، بتتعجن معايا بكل سهولة. لو لقيتها ناشفة منك شوية تزودي شوية لبن، أو تحطي شوية مية، مفيش مشكلة. نبدأ بقى لو عندك معلقة معيارية، تبدأي بقى تجيبيها وتصبعي بيها، على أساس إيه إن يطلع الكرات كلها إيه قد بعضيها. مفيش، هتجيبي بقى معلقة وبالنظر كده وتشكلي بالظبط زي ما بعملها كده. باخد حتة من ايديا واعجنها، واقوم جايه ايه برماها كده ودعكاها في ايدي، بتدينا الشكل دوت بكل سهولة، وهي متماسكة اصلا، ما بتغلبكيش في التشكيل خالص. ومجرد ما بنقطعها ونلفها لفتين تلاتة كده شوية في ايدي وادعكها، التقطيع بقى اللي تناسبك، عايزة تكبري عايزة تصغري زي ما انت حابة. ناخد كام واحدة كده ونقطعها معاكم، بتتشكل معايا بكل سهولة، متلزقش في ايدي ولا اي حاجة. هي ما شاء الله رمت معايا كمية كويسة، المقدار اللي احنا عملناه رمى معانا كمية كويسة جدا، ولا بقى بنحتاج لفرن ولا بنحتاج لشواية ولا اي حاجة. بعد ما شكلتها بالطريقة ديت، احطها في التلاجة قيمة 10 دقايق كده، على بال ما اسيحلها الشوكولاتة اللي هنحطها فيها. انا هجيب بقى الشوكولاتة بتاعت الخام دي، شوكولاتة مطبخ. انت عندك بقى شوكولاتة بالحليب ماشي، الشوكولاتة بالحليب بتبقى خفيفة وحلوة كمان جدا. عندك نوتيلا، عندك اي حاجة تحطيها من اللي هي بتتمس، شوكولاتة بيضة، اللي انت عايزاه، بس تبقى الكاكاو مع الشوكولاتة اللي هي السودا دي بتبقى حلوة قوي. انا عندي بقى شوكولاتة مطبخ، هاخدها على حمام مية، وهحطها في حاجة وفي حمام مية، وابدأ اسيح، ولا بزود لها بقى لبن ولا بزود لها اي حاجة، زي ما هي كده. وابدأ ايه اسيحها كده على البخار، احطها في قلب المية السخنة وابدأ اسيحها. بعد ما سيحتها كده، اجيب بقى الكرات بتاعتي معايا. انا جبت صينية وحطيت عليها ورق زبدة، علشان طبعا الشوكولاتة هتبقى زايدة لانها سايحة، احطها فيها علشان لما اجي اجيبها اشيلها من ورق الزبدة ما تلزقش. انت بقى بتعملي وتشكلي بالطريقة اللي تريحك. انا بحطها في قلب الشوكولاتة، وابدأ اطلعها تاني كده واسيسها، على اساس ايه ما تبقاش شايلة شوكولاتة كتير. واحدة واحدة كده، وهنرصها جنب بعضيها على ورق الزبدة واسيبها. على فكرة انا ما بحطهاش برضو في التلاجة، انا مجرد ما هي قعدت شوية لان الجو بدأ يبرد، حطيتها بره شوية، يدوب شمعت كده، وقمت شايلاها بكل سهولة. كانت الشوكولاتة جمدت وبقت تمام التمام. نشكلها كده مع بعضنا زي ما احنا شايفين بشوكة ومعلقة. الشوكة بتبقى مفتحة، فبتنزل مني الشوكولاتة الزايدة، بتنزل معايا بكل سهولة كده زي ما احنا شايفين. نشكل كام واحدة كده بنفس الطريقة لحد ما اخلص الكمية كلها. وابدأ بقى اللي عايز يزوقها يزوقها. ممكن يبقى عندك شوية جوز الهند، هي بتاخد حاجات بس كده كشكل. شوية جوز الهند ممكن تحطيهم، الفيروماكس الاسود دوت تحطيه، ممكن تطحني شوية بسكويت كده، بوريو اي حاجة، وتقومي ايه مزوقة بيه، برضو بيفرق معانا في الشكل شوية. لكن الطعم بجد حلو جدا، ومش محتاج اي حاجة. يعني اللي كلها سادة عجبته، واللي كلها وهي عليها الجوز الهند برضو عجبته. زي ما احنا شايفين كده، هبدأ انزل بكل الكمية، وانزل عليها بورق الزبدة، وهنسيبها شوية معايا الزواق بقى قبل الشوكولاتة ما تبقى تنشف. عايزة احط جوز الهند زي ما اتفقنا، سوداني اللي انت عايزاه. بعد ما خلصتها وزوقتها نشفت معايا بسرعة، شلتها من على ورق الزبدة بسهولة، ما غلبتنيش في الشيل ولا اي حاجة والله، من غير ما احطها في التلاجة. وبدأت رصيتها كده في الأطباق. انت بقى لو عندك مناسبة أو عندك ضيوف، بتجيبي الورق اللي هو بتاع الحلويات دوت، وتحطيه فيها أكنك جايباها من بره. بس سهلة بسيطة، ولا احتاجنا فرن ولا احتاجنا شواية ولا احتاجنا أي حاجة. بمجرد ما حطينا، ومكوناتها هم 5 مكونات أسهل من بعض: البسكويت،
المكسرات اللي هو الفول السوداني او اي نوع، كوباية اللبن، معلقتين الكاكاو، وبنخلط كل المكونات دي في قلب بعضيها ونعجنها زي ما احنا شفناها. تحفة اوي، طعمها بجد تحفة وطرية، تعجبك اوي كأنك جايباها من برا. كرات الكاستيلا ديت لو عملتيها مش هتبطلي، ممكن بنوتك تخش تعملها، اي حد يعملها بكل سهولة. ان شاء الله الفكرة دي تكون عجبتكم. لو عجبكم الفيديو دي قناتي اسمها رشا، ما تنسوناش بقى في الاشتراك وتفعيل زر الجرس. بحبكم في الله، في فيديو جديد اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.